السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله نبدأ مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة السابعة اللي هي أول يونت في الترم الثاني. طيب، زي ما عملنا قبل كده في الترم الأول هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف الرابط ده موجود فيه شرح الوحدة السابعة بالكامل على السبورة. طيب، دلوقتي هنبدأ مع بعض شرح أسئلة الوحدة. السؤال الأول بيقول هنا The synonym of the word nervous is A. خلي بالك بقى، كلمة synonym يعني معنى أو مرادف. طالب منك معنى كلمة nervous اللي هي أصلا معناها متوتر، يعني عايز حاجة بتساويها. طيب، اللي بيساوي متوتر أو قلق هي كلمة worried. طيب، كلمة heavy يعني ثقيل، لا أنا عايز هنا كلمة worried اللي هي لها نفس المعنى لكلمة nervous. اللي بعده بيقول هنا The opposite of the word is tasty. طب خلي بالك بقى، كلمة opposite اللي هي أصلا معناها عكس أو مضاد، يعني هو طالب منك عكس كلمة tasty. tasty اللي هي يعني طعمها لذيذ، طبعا عكسها إن طعمها فظيع أو سيء. كلمة سيء اللي هي terrible، فأقول هنا terrible. طيب بعد كده بيقول هنا the prefix gives the opposite of the word regular. خلي بالك بقى، prefix هي بادئة، يعني حروف بتوضع في أول الكلمة بتعطيني عكس أو مضاد كلمة regular. حاجة بتحط في الأول هنا هتديني عكسها، طبعا بنحط لها في البداية بادئة اللي هي IR عشان تبقى regular اللي هي غير منتظم. السؤال اللي بعده بيقول هنا we can get the noun of the word dark by add the suffix a. طيب، نقدر نحصل على، خلي بالك، الاسم من كلمة dark بإن أنا أضيف لها suffix. الsuffix هي لاحقة. اللاحقة يا شباب حروف بتوضع في آخر الكلمة، طبعا بحط في الآخر NESS عشان أجيب الاسم منها عشان تبقى darkness. darkness اللي هي معناها الظلام، يبقى أقول له هنا NESS. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا when you are worried or frightened of something you are a. خلي بالك بقى، بيقول لو انت قلق من حاجة أو خائف من الحاجة دي يبقى انت هنا ايه. هنا هو عايز حاجة بتساوي كلمة قلق أو خائف، لسه قايلينها قبل كده. كلمة happy يعني سعيد، لا طبعا الصح عندي ان انا اقول له nervous اللي هي اصلا معناها متوتر أو قلق. يبقى أول إجابة يا شباب هتبقى كلمة nervous. بعد كده بيقول I saw a of Islamic monuments in the Islamic Museum in Cairo. طيب، بيقول لك أنا شفت إيه للآثار الإسلامية في متحف الفن الإسلامي. طيب، ممكن يكون موجود إيه في المتحف؟ طبعا معرض للآثار الإسلامية. كلمة معرض اللي هي exhibition، فأقول له هنا I saw an exhibition. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا Let's go on the big wheel at the this weekend. طيب، هنا بيقول يلا بينا نركب العجلة الدوارة اللي هي طبعا عجلة الملاهي. بيقول لك يلا نركب عجلة الملاهي فين يعني. طيب، خلي بالك بقى، عجلة الملاهي بتكون موجودة في الملاهي اللي هي فان فير. خلينا نشوف الإجابات كده. أكواريوم دي اللي هي حوض الأسماك، ستاديوم اللي هو الاستاد، ولا بلانتوريوم اللي هي طبعا مبنى القبة السماوية، ولا فان فير. طبعا عجلة الملاهي يا شباب بتكون موجودة في الفان فير اللي هي الملاهي. السؤال اللي بعده بيقول هنا You can see many ancient statues from the past in the Egyptian note. برضه هنا بيقول لك انت تقدر تشوف يعني تماثيل قديمة من الماضي فين يعني. طيب، التماثيل من الماضي اكيد هتشوفها في المتحف. كلمة متحف بقى اللي هي ميوزيوم، يبقى اقول له The Egyptian Museum اللي هو المتحف المصري. يبقى اقول له هنا ميوزيوم يعني متحف. اللي بعده بيقول لي هنا We learn a lot about the earth and the moon at the A. خلي بالك، بيقول احنا تعلمنا كتير يعني عن كوكب الارض والقمر فين. طيب، الكواكب والقمر بنتعلم عليهم في مبنى القبة السماوية. مبنى القبة السماوية ده اسمه بلانتوريوم، ده حاجة كده بيكون فيها مجسمات للكواكب والأقمار. السؤال اللي بعده بيقول هنا I had a what 2 weeks ago. بعد كده بيقول my hair was so long. خلي بالك بقى، بيقول انا عملت ايه من اسبوعين. بيقول ان شعري كان طويل جدا. طالما قال لك شعري كان طويل يبقى انا قصيت شعري. طيب، يقص شعره اسمها هير كات، يبقى had هير كات. اللي بعده بيقول هنا on Sunday في يوم الحد we went to the planetarium. رحنا طبعا planetarium but it was not.
طيب يوم الأحد احنا ذهبنا إلى مبنى القبة السماوية. طالما قال لك هنا but ولكن يبقى أكيد لقيوه مقفول، يعني رحنا المكان ده ولكن كان مغلق. طيب كلمة مغلق دي اسمها closed، يبقى أقول له هنا but it was closed. اللي بعده بيقول هنا write what happens to you in not. طيب بيقول لك اكتب اللي بيحصل فين. طيب الحاجة اللي بتحصل أقدر أكتبها فين؟ خلينا نشوف الاختيارات. طبعا كلمة فوتو اللي هي الصور طبعا لأ. كلمة دايري دي معناها منتجات الألبان، برضو غلط. أنا عايز هنا دايري، كلمة دايري اللي هي مؤلفات أو يوميات يعني. اللي بعده بيقول I am trying to find an نقط to this problem. أنا بحاول إن أنا ألاقي، خلي بالك عايز يقول حل لهذه المشكلة. طيب كلمة حل دي اسمها solution، فأقول له هنا solution to this problem، حل للمشكلة دي يعني. اللي بعده بيقول هنا wearing a نقط is important for pupils in our school. طيب بيقول ارتداء ايه بيكون مهم جدا للتلاميذ في المدرسة. طبعا الطلاب في المدرسة بيلبسوا يونيفورم اللي هو الزي المدرسي، فأقول له هنا a uniform. السؤال اللي بعده بيقول هنا at break في الفسحة we have lunch together in the school A. خلي بالك بقى في الفسحة بنتناول الغداء مع بعض طبعا في كانتين المدرسة، يبقى أقول له هنا the school canteen، يبقى الإجابة عندي يا شباب اللي هي كانتين. السؤال اللي بعده بيقول هنا our an نقط is a place where you can play or watch sports matches. طيب المكان اللي تقدر تلعب أو تتفرج فيه يعني على مباراة رياضية. طيب المباريات دايما بتكون موجودة في الاستاد، استاد بقى اللي هو ستاديوم، فده طبعا تعريف لستاديوم. اللي بعده بيقول هنا our an نقط is an indoor center where you look at fish living in water. خلي بالك بقى مركز داخلي انت بتقدر تشوف فيه الاسماك وهي بتعيش في المية. طيب هنا بيتكلم عن السمك. قلنا يا شباب الاسماك دي بتكون موجودة فيه طبعا متحف الاحياء المائية اللي هو اسمه اكواريوم، يبقى بتكلم هنا عن الاكواريوم. اللي بعده بيقول هنا the children are frightened نقط the big wheel. طيب الأطفال بتكون خايفة، خلي بالك بقى عايز يقول خائف من، كلمة خائف من دي اسمها frightened of، من يعني عجلة الملاهي، فممكن أقول له of. واللي بعده بيقول هنا it نقط 3 hours to reach Alexandria. بعد كده بيقول لي it's far، هو يعني سريع جدا أو هي بعيدة يعني. طيب يعني عايز يقول إن هو بيستغرق القطار، يعني بيستغرق حوالي 3 ساعات. قلنا كلمة take لما بيجي وراها مدة زمنية بيكون معناها يستغرق. طب الماضي منها اللي هي talk، فأقول له يعني إن هو استغرق 3 ساعات. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بيكون فيه عندنا جزء جديد كده بيمرنا عليه كتاب المعاصر. خلي بالك الجزء ده هو خاص بتسميع الكلمات، يعني ما بيجيش فيه الامتحان. السؤال ده هو بيجيب لك كلمة هنا وبيطلب منك معناها. طيب هنشوف مع بعض كده أهم كلمات اليونت. السؤال هنا بيقول Where did you spend your weekend؟ بيسأل يعني قضيت الأجازة فين؟ قال له in the نقط. طالب منك بقى إنك تكتب في القبة السماوية، يعني أنت كل اللي عليك إنك هتكتب هنا معنى القبة السماوية. طيب هو جايب السؤال ده ليه؟ بيراجع معاك المحادثة وبيراجع معاك أهم كلمات اليونت. طيب قبة سماوية دي اسمها بلانتريوم، لازم طبعا تكون حافظ حروفها، كل الكلمات مهمة إنك تحفظها بالحروف بتاعتها. يبقى أول كلمة أنت هتكتب له هنا كلمة بلانتريوم اللي هي طبعا مبنى القبة السماوية. السؤال الثاني بيقول لي هنا نقط did you see there؟ بيسأل سؤال، عايز هنا كلمة ماذا؟ قال له I saw some نقط، عايز الكواكب. الأول هنا نكتب ماذا، ما أو ماذا يعني what، طبعا دي أداة استفهام مهمة جدا لازم تبقى حافظها. يبقى أول حاجة هتكتب what. في الإجابة بقى قال له I saw some نقط، أنا شفت بعض الكواكب. كلمة كواكب لازم تبقى حافظها برضو، كوكب اللي هو planet، جمعه طبعا planets اللي هي الكواكب، يبقى هتكتب هنا كلمة planets. طيب نكمل بعد كده شباب. بيقول هنا where did you go نقط، وبعدين قال له في الإجابة I went to the نقط، عايز كلمة الملاهي، يعني بيقول له رحت فين؟ قال له أنا رحت الملاهي. الملاهي اللي هي fun fair، من الكلمات المهمة جدا لازم تحفظها، يبقى هنا هتكتب fun fair اللي هي الملاهي. واللي بعده بيقول what did you do there؟ طيب اللي انت عملته هناك؟ قال له في الإجابة I rode on the نقط، أنا ركبت العجلة الدوارة اللي هي طبعا عجلة الملاهي.
طب دي اسمها ايه؟ اسمها big wheel. فهتقول هنا on the big wheel، يعني ركبت عجلة الملاهي. طيب بعد كده هنكمل مع بعض. نفس الصفحة برضو بيبدأ بقى يمرني على سؤال مهم جدا، وده بيجي في الامتحانات طبعا، هو سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. طبعا أهم حاجة إنك تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك برضو السطر اللي فوق ده بيكون مهم جدا، السطر ده بيعرفك المحادثة بتتكلم عن ايه. طيب خلينا نشوف المحادثة بتاعتنا. بيقول هنا أحمد and علاء are talking about the weekend. أحمد وعلاء الاتنين بيتكلموا عن طبعا عطلة نهاية الأسبوع. طيب أحمد هنا بيسأل علاء وبيقول له سؤال مهم جدا، how are you؟ يعني إيه بقى كلمة how are you؟ how are you دي معناها كيف حالك، ليه إجابة ثابتة كده. لو الكلام كويس بتكتب I am fine thank you، يعني أنا بخير شكرا. يبقى ده أول سؤال نحفظ إجابته. لما حد يسألك ويقول لك how are you بتقول له fine thanks أو I am fine thanks. يبقى نقول I am fine thanks اللي هو معناها بخير شكرا. طيب أحمد بعد كده سأل سؤال، خلي بالك علشان تعرف السؤال لازم تقرأ الإجابة. الإجابة إن علاء قال له I went to the planetarium، يعني أنا ذهبت إلى البلانتاريوم اللي هو يا شباب مبنى القبة السماوية. طب هنا بيسأل عن المكان، لما تيجي تسأل عن المكان بتسأل بوير، يبقى أداة الاستفهام وير. طيب أداة الاستفهام بيجي بعدها فعل مساعد، فعل المساعد بتجيبه من خلال الفعل اللي موجود في الجملة اللي هو went. الفعل هنا جالك ماضي فهتجيب الفعل المساعد بتاع الماضي اللي هو did. وطبعا الفاعل الاي بتتحول في السؤال الى يو، فهتقول where did you go، يعني اين ذهبت yesterday، او ممكن كمان تقول what did you do yesterday، عملت ايه امبارح. السؤالين صح، ممكن تقول رحت فين امبارح او عملت ايه امبارح، لانه في الاجابه بقول له انا رحت مبنى القبه السماويه. احمد سال، الاجابه كانت I went with my friends، يعني بيقول انا ذهبت مع اصدقائي. خلي بالك بقى كلمه with هنا بسأل عليها دايما بكلمة طبعا هو اللي هي معناها من، فهنا أقول هو، عايز أقول له يعني رحت مع مين، فأقول له who did you go with. بسأل هنا عن العاقل. لما تلاقي في الإجابة with my friends with my family، يعني مع عائلتي مع أصدقائي مع بابايا، فالسؤال who did you go with، طبعا على حسب زمن الجملة. بقول له رحت مع مين، قال له مع أصدقائي. طيب أحمد هنا قال له How did you go؟ طيب رحت ازاي؟ مفيش هنا حاجة معينة، اكتب بقى أي وسيلة مواصلات. ممكن تقول مثلا باي كار أو باي باص. يبقى السؤال يا شباب اللي هو How did you go؟ يعني ازاي رحت يعني. بعد كده بيقول did you enjoy there؟ هل استمتعت هناك؟ طبعا ده سؤال بهل، هجاوب عليه بيس اور نو، أكيد هيقول له يس. وزي ما اتعودنا بقى بتكتب يس وبتعمل كوما وبتعكس اليو، بتتحول في الإجابة إلى I، وطالما السؤال بديد يبقى هتكتب ديد، يبقى يس I did، يعني هل انبسطت هناك؟ فقال له ايوه طبعا. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا محادثه تانية برضو نفس الكلام، لازم تقرا المحادثه كلها قبل ما تحل، والسطر اللي فوق مهم جدا برضو. خلينا نشوف كده. بيقول لي دينا and سلمى are talking about fun fair. طيب دينا وسلمى بيتكلموا مع بعض عن الملاهي. طب دينا هنا بتقول لها هاي سلمى، وبتسالها نفس السؤال اللي احنا عرفناه بقى how are you. طيب كيف حالك؟ كيف حالك خلاص بقى نجاوب عليها نقول ايه؟ برافو عليك fine thanks أو fine thank you أو I am fine thanks، كل دي إجابات صح. يعني عاملة إيه؟ فبتقول لها بخير شكرا. دينا سألت سؤال، الإجابة سلمى بتقول لها I went to the fun fair، يعني أنا ذهبت إلى الملاهي. يبقى بتسأل عن المكان، زي ما اتعودنا بقى هنجيب أداة الاستفهام الأول اللي هي يا شباب اللي هي طبعا where. ليه where؟ لأنها بتقول لها أنا رحت الملاهي فبتسأل عن المكان. الفعل المساعد طبعا وانت هنا جاي في الماضي فهنجيب did، خلاص كده. وطبعا الفاعل بتحول الاي الى يو فهتقول لها where did you، والفعل في المصدر اللي هو جو، يعني رحت فين يعني. فقالت لها الملاهي. دينا سألت سؤال كمان، الإجابة قالت لها I rode on the big wheel، يعني بتقول أنا بقى ركبت عجلة الملاهي أو العجلة الدوارة، فأكيد هنا بتسألها عملت إيه هناك. طيب يبقى هنا بتسأل بيه what، هتقول لها ماذا فعلتي، هتقول لها what، والفعل المساعد برضو did، لأن المحادثة كلها في الماضي يا شباب خلاص. what did you يفعل اللي هي do هنا جاية في المصدر، فهتقول what did you do there، ايه اللي انت عملتيه يعني هناك. what did you do there. طيب دينا بعد كده قالت did you enjoy yourself there، هل انت استمتعتي بوقتك هناك. طب ده سؤال بهل، ممكن تقول sure او تقول زي ما تعودنا نقول yes، ونعكس بقى
بعد yes بنعمل كوما واليو بتتحول الى I وديد هتنزل زي ما هي، فتقول لها yes I did، ايوه يعني استمتعت بوقتي هناك. طيب دينا بعد كده قالت what time did you go home؟ بتسأل يعني ايه الوقت اللي انت رجعت فيه للبيت؟ طيب هنا اكتب اي وقت في الماضي، يعني ممكن تقول مثلا in the evening او تقول اجابة كاملة، تقول مثلا I went in the evening، يعني انا رجعت يعني الساعة كام او في المساء، او تكتب اي وقت هيكون صح. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بيكون في عندنا جزء الأسئلة الخاص بالقواعد. طيب زي ما قلت لك هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح القاعدة بالكامل. نبدأ مع بعض شرح أسئلة القاعدة. السؤال الأول بيقول هنا نقط you go to the park، قال له في الإجابة yes I did. طب خلي بالك بقى هنا ده سؤال، السؤال ده يا شباب إجابته بدأ بيس، يبقى ده كده طالما الإجابة بدأ بيس أور نو اسمه سؤال بهل. لما يكون عندي سؤال بهل اللي بجاوب بيه هو اللي بسأل بيه، سهلة كده. يبقى أنت هتسأل هنا بإيه؟ بديد. يبقى السؤال بهل لما يقول لي yes I did يبقى السؤال بديد. خلاص كده، يبقى اللي بجاوب بيه بسأل بيه. فأول حاجة did، هل يعني ذهبت إلى الحديقة. بعد كده بقول لي yesterday our family نقط to our new house in Alexandria. طب خلي بالك بقى أهم حاجة لما تقرأ جملة زي كده إنك تحدد زمن الجملة. كلمة yesterday حط عينك عليها وافتكر الكلمة دي يا شباب معناها أمس، هي أصلا بتدل على زمن الماضي البسيط. طالما في كلمة بتدل على الماضي يبقى الفعل هنا يجي في الماضي. الفعل في الماضي عامل إزاي؟ يا إما يكون آخره إيدي أو فعل غير منتظم طبعا لازم نحفظه. طب الفعل هنا منتظم اللي هو move، هختار الفعل طبعا آخره دي فأقول moved to، يعني عائلتنا نقلت إلى البيت الجديد. How did you نقط when you started a new school؟ خلي بالك هنا ده سؤال، لما يكون عندي سؤال في زمن الماضي البسيط لما الاقي كلمة did أو do أو does، خلي بالك بقى كلمة did أو do أو does دايما في السؤال بيجي وراهم الفعل في المصدر. فعل في المصدر يعني إيه؟ يعني الفعل بدون إضافات. طب المصدر عندي هنا اللي هو feel بيسأل عن المشاعر، يعني كيف شعرت، يبقى أقول له feel how did you feel. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا خالد went to the park 10 minutes نقط. طب خلي بالك برضو كلمة went هنا دي جاية في الماضي، خالد ذهب إلى الحديقة. ماضي يبقى عايز كلمة بتدل على الماضي. إيه الكلمة اللي بتدل على الماضي وبتيجي في الآخر وبيجي قبل منها مدة زمنية؟ جدع، اللي هي كلمة ago. يبقى أقول له منذ 10 دقائق 10 minutes ago، يبقى هنا الإجابة ago. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول لي هنا we نقط lunch together in the school canteen this morning. خلي بالك بقى بيتكلم هنا في الماضي، اللي عرفك كلمة this morning برضو من الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط. عايز يقول احنا تناولنا الغداء في كانتين المدرسة. طيب الماضي بقى من have اللي هو had، طبعا ده لازم تبقى حافظه، يبقى we had lunch. نيجي على السؤال اللي بعده بيقول هنا what نقط you do last Saturday. طب خلي بالك برضو ده سؤال في الماضي البسيط، last Saturday ده ماضي، الفعل هنا do جاي في المصدر. طالما سؤال في الماضي وفي فعل في المصدر يبقى هستخدم did. خلاص كده، يبقى الصح هنا انك تقول لي what did you do. did هنا فعل مساعد علشان زمن السؤال ماضي بسيط. what أداة استفهام، did فعل مساعد. اللي بعده بيقول لي إياد نقط his uncle 3 days ago. طيب احنا قلنا قبل كده ان كلمة ago في اخر الجملة كده وقبلها مدة زمنية بتدل على الماضي، بيقول منذ 3 ايام. يبقى اياد زار خاله منذ 3 ايام. زار اللي هي visited الفعل طبعا اخره ed. السؤال اللي بعده بيقول هنا who did you نقط last night. حد بيقول لي مستر ده سؤال والسؤال ده في زمن الماضي البسيط. خلي بالك بقى من كلمة did، دايما حط عينك عليها كده وافتكر ان did ودو وداز في السؤال بيجوا وراهم الفعل في المصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني بدون اضافات اللي هو سي. يبقى مين؟ يعني اللي شافك امبارح، يبقى did you see او مين اللي انت شفته يعني. بعد كده بيقول I not my uncle and cousins in Cairo 3 weeks ago. طيب حد بيقول يا مستر احنا قلنا السؤال ده قبل كده. صح، منذ 3 ايام يبقى ده ماضي. خلاص، يبقى انا زرت في الماضي. الفعل في الماضي هو الفعل اخره ed، فصح هنا اقول له I visited. السؤال اللي بعده بيقول هنا today النهارده is Sunday. خلي بالك النهارده الحد، so it not Saturday yesterday. سؤال مهم جدا، النهارده الحد عشان كده بيقول انه عايز يقولك بقى امبارح كان السبت. طيب كان دي الماضي، الماضي عندي اللي هو was aware، it هنا مفرد فهنقول was،
يبقى it was Saturday yesterday. السؤال اللي بعده بيقول هنا we not visit the museum last week. طيب دي سهلة جدا. كلمة last week بتدل على الماضي البسيط. تمام. أنا عندي هنا في الجملة كلمة visit ده فعل في المصدر، يبقى عايز ينفي. لما أجي أنفي الماضي البسيط وعندي فعل في المصدر بستخدم didn't، يبقى أقول we didn't، يعني إحنا لم نزور المتحف الأسبوع اللي فات. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا they not happy at the cafe because it was noisy. طيب خلي بالك، عايز يقول إن هم ما كانوش سعداء في الكافيه بسبب إنه كان دوشة يعني. طيب أنا هنا ما عنديش فعل في المصدر في الجملة، عندي was were. اللي ينفع عندي هنا كلمة weren't. ليه؟ لأن الفعل زي هنا فعل جمع. طيب أنا عايز أنفي فأقول they weren't happy، ما كانوش مبسوطين يعني عشان الكافيه كان دوشة يعني. طيب نكمل مع بعض. بيكون عندنا السؤال اللي بعده وهو سؤال correct. خلي بالك سؤال الكوريكت أفكرك تاني، بيجيب لك جملة على القواعد، بيجيب لك بين الأقواس كلمة غلط، الكلمة دي بتشيلها وتكتب الصح مكانها. نبدأ مع بعض كده. أول سؤال بيقول هنا What did you not last weekend؟ طب احنا قلناها قبل كده لما يكون عندك سؤال، السؤال ده في الماضي البسيط والفعل المساعد بيكون did. قلنا ان did بيجي بعد منه الفعل في المصدر، زي ما قلت لك حط عينك على did وهات لي بعدها الفعل في المصدر. المصدر بقى من did اللي هو do. طب دي جت ازاي؟ do هنا فعل اساسي. what did you do؟ ماذا فعلت الاسبوع اللي فات؟ يبقى do هنا فعل اساسي. اللي بعده when not your last English lesson. طب خلي بالك برضو ده سؤال. السؤال ده يا شباب جاي هنا في زمن الماضي. تمام. امال وير غلط ليه؟ انا ما عنديش فعل في المصدر ما ينفعش did. طب كمل كده your last English lesson، حصة الدرس ده مفرد ما ينفعش استخدم معاه وير. لما يكون الفعل مفرد بستخدم was، يبقى اقول when was يعني متى كانت او متى كان درس الانجليزي يعني. I not next to a boy called Sammy and he was friendly. خلي بالك برضو الحدث هنا في الماضي. طب عرفت منين؟ لانه بيقول لك في الاخر and he was، يعني هو كان ودود، يبقى الحدث كان في الماضي. طيب يبقى انا هقول هنا الماضي من sit. الماضي من sit اللي هو sat، عايز يقول انا جلست بجوار ولد اسمه سامي وهو كان طيب يعني، فهجيب الماضي من sit اللي هو sat. طبعا ده فعل غير منتظم لازم تحفظه. اللي بعده بيقول هنا I didn't not on the big wheel last weekend. برضو نفس الكلام didn't قلنا بيجي وراها الفعل في المصدر. طب المصدر من went جدع اللي هو go، لازم تبقى حافظه. يعني أنا لم أذهب أو لم أركب العجلة الدوارة. بعد كده بقول لي this morning mom and I not shopping. قلنا this morning برضو بتدل على الماضي، عايز أقول ماما وأنا ذهبنا للتسوق، فأقول له هنا الماضي من go اللي هي went. ينفع أقول went shopping؟ ينفع طبعا لو الحدث في الماضي. اللي بعده يقول هنا It's Wednesday today. طيب قلناها قبل كده يعني النهارده الأربع، so لذلك it was Tuesday إيه؟ خلي بالك بقى النهارده يوم الأربع عشان كده التلات كان امبارح، مش كده؟ يبقى هنا ما ينفعش أقول today، أنا عايز أقول امبارح بقى. أمس اللي هي yesterday، لازم أكون حافظها. كأن حد بيقول لك النهارده الأربع امبارح كان الإيه؟ التلات، يبقى عايز كلمة yesterday. طيب اللي بعده بيقول هنا أيمن نقط lazy he was active. خلي بالك بقى ما ينفعش هنا اقول was. ليه يا مستر ما ايمن مفرد؟ لانه بقول لك هو كان نشيط جدا، يبقى هو ما كانش كسول. كلمه lazy يعني كسول، يبقى محتاج انفي. لما اجي انفي was بحط لها ان apostrophe t، فاقول هنا wasn't lazy. ايمن ما كانش كسول، هو كان نشيط جدا. اللي بعده بيقول هنا there نقط any cars in ancient Egypt. دي جمله محتاجه ذكاء بقى. في مصر القديمه، في مصر القديمه على طول يبقى ده حدث في الماضي خلاص خلص، مش كده؟ يبقى عايز يقول هنا ايه؟ يبقى زير الماضي من ار بقى اللي هي وير، وهنفيها برضو عشان اني، فاقول زير weren't any cars. بمعنى ايه يا شباب؟ يعني لم يوجد عربيات في مصر القديمه، يبقى weren't. السؤال اللي بعده how long did it not to complete the palace. خلي بالك هنا بيتكلم في الماضي برضو. طب انا عندي did، قلنا قبل كده ان did كفعل مساعد لازم يجي وراها الفعل في المصدر. خلاص يا شباب، يبقى did بيجي وراها المصدر. طب المصدر من talk لازم تبقى حافظه اللي هو طبعا take. يبقى how long كم المدة الزمنية اللي استغرقها بناء القصر، يبقى it take. واللي بعده I went to Alex 3 years نقط. طيب دي مهمة برضو، قلنا اللي بتيجي في آخر الجملة وبتدل على الماضي البسيط وبيجي قبلها مدة زمنية اللي هي كلمة ago. يعني أنا ذهبت إلى الإسكندرية منذ 3 سنوات. اللي بعده بيقول هنا what places not you visit last weekend. طيب إيه الأماكن
اللي انت زرتها الاسبوع اللي فات. طالما هنا في كلمه بتدل على الماضي يبقى عايز هنا فعل مساعد للماضي اللي هو طبعا did. يبقى what places did you visit. واللي بعده بيقول لي last week I not an exhibition about elephants. الاسبوع اللي فات انا شفت عرض عن طبعا الفيلة. خلي بالك هنا طالما الاسبوع اللي فات يبقى ده ماضي، ما ينفعش اقول سي. الماضي من سي لازم تبقى حافظه اللي هو saw. يبقى I saw. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما اتعودنا بيكون في عندنا اكسرسايز على الدرس الأول والتاني، واللي بيبدأ معايا بسؤال الليسن، سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان، ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الإجابات اللي قدامك دي. وحابب أفكرك النص ده برضو موجود عندك في آخر الكتاب. دلوقتي هبدأ أقرأ النص علشان نبدأ نحل عليه. اسمع كده. النص بيقول Dad likes sports. He is good at swimming. Mom loves cooking. She makes delicious salad. My sister likes making things. طيب بعد ما قرينا النص وسمعناه تبدأ بقى تختار الإجابات اللي قدامك. السؤال الأول بيقول هنا Dad likes نقط. طيب هو أصلا كان بيقول إن بابا بيحب الرياضات، يبقى أقول له sports. السؤال اللي بعده بيقول هنا Dad is good at نقط. طيب هو جيد في إيه؟ طبعا قال لي برضو هو جيد في السباحة. خلي بالك بتحل من خلال اللي انت سمعته. اقول له هنا swimming، ما بتحلش من دماغك يعني. السؤال اللي بعده بيقول mom makes نقط salad. ماما كانت بتعمل سلطة طبعا لذيذة، يبقى اقول له delicious. والسؤال الاخير بيقول هنا my نقط likes making things. مين بقى اللي كانت بتعمل الاشياء بشكل جيد؟ طبعا دي كانت sister، فهتقول my sister. كان بقولها لي طبعا في اخر سطر في القطعة. طيب زي ما انت شايف بتحل من خلال اللي انت سمعته. السؤال اللي بعده هو سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. طبعا أهم حاجة إنك تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا. السطر ده بيعرفك المحادثة بتتكلم عن إيه. بيقول هنا سما is telling Alice about her last weekend. سما بتتكلم مع صاحبتها عن برضو عطلة نهاية الأسبوع. خلينا نشوف كده. أليس بتكلم سما وبتقول لها What did you do last weekend؟ طيب بتسألها ايه اللي انت عملتيه الاجازة اللي فاتت؟ طب انا ما اعرفش، كمل بقى علشان تعرف. خلاص. قالت لها حاجة، ردت وقالت ذا فان فير، وعملت علامة تعجب كده كأنها بتردد الكلام. الملاهي يعني، يبقى هي قالت لها ايه؟ ممكن تقول انا رحت الملاهي. خلاص. يبقى اقول هنا I. طبعا السؤال في الماضي فهتقول لي went، يبقى I went انا ذهبت، وطبعا to the fun fair. طب عرفنا منين؟ من بقية المحادثة. عشان كده مهم جدا تقرا المحادثة كلها قبل ما تحل. يبقى أول إجابة I went to the fun fair. طيب أليس بعد كده سأل السؤال وقالت which ride did you love most؟ أي لعبة يعني بتحبيها أكتر؟ طيب برضو أنا معرفش، لازم أكمل علشان أعرف. خلاص. سما قالت حاجة. سؤال بعد كده الإجابة كانت the big wheel ticket was 20 pounds. عجلة الملاهي ب 20 جنيه. طب اللي جابها بقى؟ يبقى هي دي أكتر لعبة. يبقى خلي بالك الإجابة كلها جوه المحادثة. يبقى هنا رقم 2 هتقول بقى I loved، هي بترد على السؤال، وتقول the big wheel. طيب أنا لو كتبت the big wheel على طول صح؟ برضو صح، مفيش مشكلة. يبقى تقول لها إن طبعا عجلة الملاهي أو العجلة الدوارة هي أكتر لعبة بحبها. طيب أليس بعد كده سألت سؤال كان إجابته إن التذكرة ب 20 جنيه. يبقى هي بتسأل عن إيه؟ برافو عليك، عن السعر أو الثمن. كم ثمن التذكرة؟ يبقى هنا هسأل بهاو ماتش اللي هي معناها كم ثمن تذكرة، وأقول طبعا عجلة الملاهي. يبقى الإجابة رقم 3 هيكون السؤال how much was the big wheel ticket. طيب ليه استخدمنا كلمة was؟ لأن طبعا قلنا القصة كلها في الماضي، يعني كانت بكام تذكرة عجلة الدوارة. How much was the big wheel؟ وطبعا أنا بسأل عن سعر التذكرة فهكتب في الآخر تيكت. بكام يعني؟ تمن تذكرة عجلة الملاهي. طيب بعد كده أليس قالت That's fantastic، ده كان رائع يعني، سعرها كويس، وسألتها سؤال. طيب السؤال هنا عشان أعرفه لازم أقرأ الإجابة. الإجابة قالت لها My favorite snack is popcorn. بتقول يعني إن وجبتي الخفيفة المفضلة البوب كورن. يبقى هنا بتسأل عن الوجبة المفضلة، فهتقول لها زي ما اتعودنا بقى What is your favorite snack؟ ايه وجبتك الخفيفة المفضلة؟ خلي بالك السؤال ده مهم جدا لما تحب تقول لحد ما هي
طبعا رياضتك المفضلة، وجبتك، وهكذا، تقول what's your favorite وتكتب الحاجة. هنا بتتكلم عن وجبة خفيفة، فهنكتب ايه؟ سناك اللي هي وجبة خفيفة. قالت لها طبعا بوب كورن. طيب نكمل بعد كده. أليس قالت popcorn is my favorite too. برضو دي وجبتي المفضلة. did you have a nice time there؟ طيب ده سؤال بهل. did في أول السؤال معناها هل. بتقول لها يعني هل أنت قضيتي وقت رائع؟ طبعا زي ما تعودنا هتقول yes كوما اليو بتتحول إلى I، وديد بتنزل زي ما هي، فهتقول لها yes I did، أو تقول sure يعني بالطبع برضو صح. طيب بعد كده كمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال اختياري. السؤال الأول There are old نقط at the Egyptian Museum. خلي بالك there are معناها يوجد، عايز يقول يوجد تماثيل قديمة في المتحف المصري. المتحف هيكون موجود فيه ايه؟ تماثيل. طب تماثيل يعني ايه بقى؟ statues. دي الحاجة الوحيدة اللي تنفع عندي، يبقى اقول له old statues. السؤال اللي بعده بيقول هنا she not shopping with her mother every week. طب خلي بالك عايز يقول ان هي يعني بتعمل تسوق او بتتسوق مع مامتها كل اسبوع. طيب طبعا ده مضارع بسيط هنا اصلا، go shopping يعني يتسوق، فالفعل هنا شي مفرد فبنحط لها طبعا goes، فنقول she goes shopping. اللي بعده بيقول هنا I hope students are not in my new school. خلي بالك بيقول انا اتمنى ان الطلاب في المدرسة الجديدة يكونوا يعني طبعا ودودين. كلمة بقى طيب او ودود اللي هي friendly، فاقول له هنا are friendly. اللي بعده بيقول هنا I like playing on the big نقط at the fun fair. سهلة جدا دي. بيقول يعني أنا بحب إن أنا ألعب العجلة الدوارة اللي هي عجلة الملاهي، يعني دي اسمها big wheel. خلي بالك وهتتلخبط كلمة wheel اللي هي العجلة الدوارة، أما whale دي معناها حوت، يبقى هنا أقول له big wheel. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا What did you نقط for lunch yesterday؟ طيب خلي بالك برضو ده سؤال. السؤال ده جاي في زمن الماضي، عندي هنا did. قلت لك بقى did أو do أو does لما يجوا فعل مساعد بيجي وراهم الفعل في المصدر. الفعل في المصدر اللي هو طبعا eat، فأقول له what did you eat؟ إيه اللي أنت أكلته امبارح. اللي بعده a نقط is a place where you can learn about stars and the planets. سؤال مهم جدا. المكان اللي بنقدر نتعلم فيه عن النجوم، كلمة stars يعني نجوم، والكواكب طبعا ده اللي هو البلانتريوم اللي هو طبعا مبنى القبة السماوية، فأقول له هنا بلانتريوم. واللي بعده بيقول هنا a year ago منذ سنة my father نقط me with him to visit our farm. خلي بالك هنا كلمة a year ago دي معناها ان الحدث ده في الماضي خلاص من سنة يعني، يبقى بابا خدني معاه لزيارة المزرعة. طيب انا عايز الماضي من تيك، الماضي من تيك اللي هو talk، فاقول له هنا talk. اللي بعده بيقول هنا we نقط in the swimming pool last month. طيب عايز يقول احنا عمنا او سبحنا يعني في حمام السباحة طبعا الشهر اللي فات. الشهر اللي فات دي بتدل على الماضي، فصح هنا اجيب الماضي من swim اللي هو swam، يبقى we swam. طيب اللي بعده بيقول adults usually نقط good decision. طيب خلي بالك بقى احنا خدناها في الترم الاول، بيقول البالغين عادة عايز يقول يتخذوا قرار جيد. طيب يتخذ قرار جيد دي اسمها make good decisions، يبقى اقول له هنا make. اللي بعده بيقول هنا we buy cans and chips from the school نقط. طيب احنا بنشتري الحلويات والشيبسي طبعا كل ده في المدرسة منين بقى؟ طبعا من كانتين المدرسة، يبقى اقول له هنا the school canteen. السؤال اللي بعده بيكون في عندنا سؤال correct، طبعا ده السؤال الخاص بالقواعد. السؤال الأول نقط you happy at the fun fair yesterday. طيب ده سؤال في زمن الماضي البسيط. الغلطة هنا شباب ان هو سائل بار، طالما ماضي يبقى was you were. الماضي بقى من are لان هنا الفعل you جمع، فاقول له هنا were، يبقى هنا معناها هل انت كنت سعيد في الملاهي امبارح؟ were you happy. اللي بعده I نقط a wonderful time at the zoo this morning. طيب برضو this morning بتدل على الماضي، ما ينفعش اقول have، عايز اقول انا قضيت وقت رائع، يبقى الصح هنا اجيب الماضي بقى اللي هو had، يبقى I had a wonderful time. اللي بعده بيقول هنا what year نقط it 4 years ago. طيب خلي بالك برضو احنا قلنا منذ 4 سنوات، طالما منذ 4 سنوات يبقى ماضي. طب الماضي من is جدع اللي هو ايه was، يبقى اقول له what year was،
يبقى هنا عايز الماضي اللي هو was. السؤال اللي بعده بيقول هنا we climbed the mountain month. طيب خلي بالك من حاجة هنا، الفعل هنا climb، الفعل هنا جاي في الماضي آخره ايدي. طالما الفعل في الماضي يبقى عايز keywords بتدل على الماضي. الكلمة اللي بتدل على الماضي هي last month مش next. last معناها اللي فات، next اللي جاي، يبقى هنا أقول له last month. بعد كده سؤال الإيميل، طبعا ده مجاب عنه في نهاية الكتاب، ولكن إن شاء الله زي ما عملنا في الترم الأول هيكون عندك مذكرة. المذكرة دي هتنزل على القناة قريب جدا، هتكون طبعا بصيغة PDF. مذكرة شباب هيكون فيها أهم موضوعات الباراجراف اللي موجودة في المنهج، وهتعرفك إزاي تحل السؤال ده بكل سهولة.